السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا أنا بقالي فترة كبيرة ما بعملش فيديوهات، وكباتن كتير أوي كلمتني وكابتن أحمد اعمل فيديوهات واتكلم عن الإعلان اللي حصل من البني آدم اللي طلع عمل إعلان وما رعاش ربنا في أي حد، ما رعاش ربنا في نفسه ولا في مهنته ولا في أي حاجة، وقال لك اتكلم عن فلان وفلان وفلان، وأنا مش هتكلم عنهم، أنا بس هتكلم عن تفاصيل الإعلان. هل هو ده الإعلان اللي هو المفروض الشركة منتظراه منه؟ لا طبعا، مش هو ده الإعلان اللي الشركة منتظراه منه. الإعلان اللي الشركة منتظراه منه بعد الإعلان ده. وأنا لما النهاردة يتم التعاقد معايا ويقول لي إن أنا هاخد 50,000 جنيه في إعلان، هيدولي في إعلان؟ لا، مش ده الشخص اللي هياخد ال50,000 في إعلان. فهي الشركة تعاقدت معاه وخد 50,000 جنيه عشان يعمل لها أكتر من إعلان، ولكن الفيديو ده كان تمهيد لاندرايف. طيب تعالى النهارده نقول ايه الفيديو التاني اللي المفروض هو يعمله، ان هو يقول لك ازاي الكابتن زميله عمل 2500 جنيه. ما النهارده انت شفت ال 2500 وقال لك انزل يا كابتن وتوكل على الله، وقال لك كلمتين قرآن ودين، ودخل الدين في القصة وانزل واشتغل وما تبصش لحد، واليأس ومش اليأس وبتاع. فهو خلاك تنسى حاجة اسمها مقاطعة، وقام منزل الفيديو على اساس ان هو بيقول لك اسعى، على اساس ان كل الكباتن ما بتسعاش. ما هو كلهم بيسعوا وكلهم بيتوكلوا على ربنا، وملناش غيره نتوكل عليه، وما عندناش وسيلة تاني غير السعي، ومفيش في ايدينا حاجة نعملها. كل اللي في ايدينا نعمله ان احنا ناخد رحلة بسعر عادل، نحاول نقاطع، نحاول ناخد رحلتين او 3 من كل برنامج مثلا. طيب عشان ما نطولش على بعض، ايه الفيديو اللي المفروض يتعمل؟ الفيديو اللي المفروض يتعمل ان انا تعالى اقول لك بقى صاحبي ده لما انا قعدت معاه واتكلمت معاه عرفت هو ازاي عمل يا معلم ال 2500. تعالى بقى يا حبيبي، انا بكلمك باسلوبه، تعالى بقى يا حبيبي اقول لك ازاي عمل ال 2500. ما هو عشان نبقى فاهمين ونبقى واعيين، لو انت بتربط الاحداث ببعض هتعرف ان هو في فيديو قديم قال لك اندرايف عرضت عليا 50,000 جنيه عشان اعمل لها اعلان، بس انا مش هعمل لها. وبعد منها بشهر او شهرين عمل الاعلان. طيب ده حدث. طيب الحدث التاني بتاع ال 2500 جنيه، هو هيطلع بقى يشرح لك عمل ازاي. بس برضه لازم تاخد بالك ان اندرايف في الفتره الاخيره وقعت تقييم الكابتن، وقالت لك تقييم الكابتن على اخر 100 رحله، فنزلت لك التقييم لاربعه 74 64 61 65 وانت طالع، وخلت لك الرحله اللي هي الكومفورت من اول 94 او 485 او 487 في الرينج ده. وليه عملت كده؟ علشان خاطر حاجتين: عشان تخلي حضرتك تنزل زي المسعور تشتغل وتعلي من ايراداتها وترجع نفسك للتقييم اللي هو يخليك تشتغل برحله مريحه، اللي هي الزياده فيها مش اقل من 30%. رحله مريحه وصيف فتكييف ف 30%. وهينزل يقول لك كده: ما احنا عارفين يا حمار ان الرحلات اللي انت رافعها دي، الرحلات دي ايه؟ كونفرت. ما احنا عارفين ده كويس ان هي رحلات مريحه، بس الكابتن غلبان مش عارف ومش قادر يربط الاحداث. فلما الشركه وقعت تقييمك هتخليك تعمل حاجتين: تجري عشان خاطر تعلي ايراداتها، وتجري تولع في عربيتك وتخليك تطلع كونفرت عشان سيادتك تشتغل رحله مريحه، عشان تقدر تشوف العملاء اللي عندها اللي لازم تركب بتكييف. ما هي مخليه عربياتها كلها موديلات قديمه وتكييفاتها ميته. انا بصراحه ما عنديش كلام تاني ان انا اقدر اقوله ليك غير ان انا لازم ااكد على حته المقاطعه المره دي اللي احنا ان شاء الله بنحضر لها، وهتبقى حدث قوي. مش هيبقى مقاطعه لعدد ساعات او لايام. احنا هنفكر بره الصندوق شويه، ولازم نفكر، لازم نجمع الكباتن اللي بتفكر ونفكر بره الصندوق عشان نطلع لك بحاجه نقدر نفيد بيها الكابتن اللي بيتقي الله ويشتغل، مش الكابتن الخطيف اللي ان شاء الله عربياتهم هتبوظ عشان هو خطيف. شكرا.